السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما كده يا رب، ومتهنيين كده ومبسوطين وفرحانين. النهارده حبيت اعمل سمك بوري كده مشوي، قلت اوريكم طريقتي الجميلة، ان شاء الله تستفيدوا منها كتير. بسم الله ما شاء الله. السمك ده يعني سمك بحر جميل هنا من العريش. جبت 4 سمكات يا حبايبي وقلت اعملهم معاكم. وقبل كده ما ندخل على الفيديو بتاعنا الجميل، نصلي بينا على الرسول الكريم. ويلا يا حبايب قلبي، حطوا اللايك، حطوا اللايك الجميل، اعملوا لي لايكات كتير كتير كتير، خلى الفيديو بتاعي يترفع كده ويبان للناس. ما شاء الله احنا معانا اهو ال4 سمكات، غاسلينهم كده ومنضفينهم كويس من غشيش كده غسلنا. السمك البوري ده بنحط زي ما هو كده في الصينيه. احنا هنشويه يا حبايبي من غير رده خالص، هنجيب صينيه وهندهنها زيت وهنرص السمك فيه وندخله الفرن، هيطلع معانا مقلي من فوق وتحت ما شاء الله عليه. بيطلع حلو خالص يا حبايبي، طريقه سهله كده وبسيطه. حبايبي اللي ما بيعرفوش يشووا السمك شوفوا الفيديو ده هيعجبكم جدا. هنحط شويه زيت في الصينيه ما شاء الله يا حبايبي، وهنرص السمك كده زي ما هو، وهننزل عليه بشويه ملح كمان، وهندخله الفرن على نار هادية كده مش عالية، وهنسيبه ما شاء الله عليه يتحمر يدي كده وياخد مع نفسه. واول ما يتحمر من فوق هنبدأ نقلبه. احنا يا حبايب قلبي بنحب الطريقة دي في شوي السمك. وطبعا هنرش شوية ملح اهو ونقلبهم كده على السمك، هيطلع السمك كده مملح معانا وجميل، مش هنحتاج نحط عليه اي ملح بعد ما يطلع ما شاء الله. وهنهدي النار خالص كده عليه وهنسيبه جوه الفرن حوالي نص ساعة كده لما يتشوي من فوق وتحت. زي ما انتوا شايفين اهو، ولعنا الفرن وهدينا النار ودخلنا الصينية بتاعتنا في الفرن. ويلا يا ام محمد اشوي السمك. ولو عايزين يا حبايب قلبي تشوفوا طريقة شوي السمك الشبار، خشوا على القناة هتلاقوا الطريقة برضه. هنعمل الطبق السلطة الجميل بتاعنا، بشرنا جزر وهنقطع الطماطم وكل الخضرة اللي معانا، بصل ومعانا فلفل ومعانا كزبرة ناشفة خضرة عفوا والله يا حبايب انا مش مركزة لاني مصدعة النهاردة وصحيت من الصبح كده وانا تعبانة ومصدعة فمش مركزة. هنقطع الطماطم، وطبعا لو خيار موجود هنحط اي خضرة معاكم، جرجير كله على طبق السلطة، حاجة كده تستاهل بقكم. هنمسك السلطة نقطعها كلها ما شاء الله يا حبايبي. الطبق ده مغذي جدا، يا ريت كده يعني على الاكل على طول لازم نعمله طبق السلطة ده، ما نستغناش عنه. قطعنا الخضار وجبنا ليمونة وكوباية مية، وهنشوف كده هنعمل ايه يا حبايبي. هنعصر الليمونة وهننزل بكوباية المية ما شاء الله، وهننزل بحبة الكمون وحبة ملح وشوية خل، وده كله هنقلبه على بعضه يا حبايبي. وخدوا احسن طبق سلطة من ايد ام محمد، حاجة كده تفتح النفس ما شاء الله. يلا يا ام محمد حط المية وحطينا الكمون والملح ما شاء الله، ونقلب طبق السلطة وبألف هنا وشفا كده للي هياكل. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا حبايبي يلا بينا حطوا اللايك الجميل، واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا ينزل كده يشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا بنزل يا حبايبي كل يوم فيديو بعد المغرب في نفس الميعاد، اللي حابب يتابعني ويا رب كده قناتي تعجبكم والاكل بتاعي كمان يعجبكم بطبق السلطه الجميل ده. ونزلنا بشويه زيت زيتون ما شاء الله، واجدع طبق سلطه من ايد ام محمد صلاه النبي عليه. طبعا بعد ما خلصنا شويه السلطه اللي يفتحوا النفس دول، وشوفوا الميه بتاعتها ما شاء الله يا حبايبي جميله جدا. رحنا عملنا رز اصفر ما شاء الله عليه بالكركم. احنا بنحب رز السمك يا حبايبي يكون اصفر او ابيض، ما بحبش الرز ابو بصل انا ولا ولادي. فما شاء الله الرز ده طعمه جميل جدا، رز بلدي يا حبايبي. احنا هدينا عليه النار وهنسيبه كده لحد ما يستوي،
وبعد كده الرز ما يستوي نروح نشوف السمك بتاعنا في الفرن، لو اتحمر هنقلبه على الناحية التانية عشان تتحمر برضو. وده يا حبايب قلبي الغدا الجميل بتاعنا. يلا كده شجعوني، حطوا اللايك عشان خاطري، حطوا اللايك يا حبايبي عشان الفيديو بتاعي يبان بالله عليكم، وشجعوني كده واجبروا كده بخاطري، خلي قناتي تبان كده للناس. احنا رحنا اهو على السمك ما شاء الله، هنبدأ نديره. احنا حطينه على نار هادية يا حبايبي، ما شاء الله عليه هو كده مستوي. ديرناه على الناحية التانية وهنحطه برضو، هنهدي عليه النار، احنا مش هنعلي النار عليه خالص. ما شاء الله طلع معانا السمك اهو من الناحية التانية متحمر من فوق ومن تحت. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس على الأكل. زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هنعمل له دقه جميله كده يا حبايبي بفلفل مشطشط ما شاء الله. معانا فلفل احمر وفلفل اخضر وفصين توم وشويه خل وليمونه معصوره وشويه كمون وشويه ملح. وكل ده ضربناه مع بعض كده دقناه في الهوم او في الكبه. عامه انا الكبه بتاعتي بايظه، فحطيناه كده ضرب طحناه كده في الهون. وما شاء الله هننزله كده على السمك. بسم الله ما شاء الله، ريحته جميلة جدا وطبعا طعمه احسن ومشطشط اهو. زي بعد ما حطينا الدقة يا حبايب قلب على السمك. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ يلا بينا كده شجعوني واشتركوا ليا في القناة، واللي ما اشتركش كده يشترك. وعايزة منكم لايكات كتير عشان الفيديو بتاعي يترفع يا حبايبي للمرة الألف. بقول لكم حطوا اللايك الجميل. طبعا ده غدانا اهو يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين طبق الرز وطبق السلطه والمخلل والسمك اللي قدامكم يفتح النفس. يلا بينا كده تفضلوا معانا على الاكل وشوفوا كده طريقه ام محمد، يا رب كده تعجبكم وتنول اعجابكم. وبعد ما خلصنا يا حبايب قلب السمك بتاعنا الجميل، انا كنت شاريه من السوق 2 كيلو زيتون اخضر ما شاء الله. الزيتون ده اسمه شملاني، ده زيتون جميل جدا. مسكته كده نضفته وزي ما انتوا شايفين وفتحته وهحطه في ميه. ولو عايزين تشوفوا طريقه تخليلي في الزيتون انا منزلاها يا حبايبي على القناه، ادخلوا كده وشوفوا الطريقه بتاعتي هتستفيدوا منها والله. طلع ما شاء الله عليه اللي انا جايباه. قعد حوالي 20 يوم وبناكل منه ما شاء الله عليه جميل جدا. فاحنا هنمسك ده ننضفه كده ونفتحه. انا مش هصوره معاكم يا حبايب قلبي وانا بعمله، انا قلت اوريكم الزيتون. الكيلو ب15 جنيه ما شاء الله. هو زيتون مش يعني مش تفاحي ولا كده ولا فيه لحم، بس الزيتونه دي احسن من التفاحي 100 مره. لو موجوده عندكم يا حبايبي اشتروها وخللوها هتعجبكم جدا. انا عندي انا وولادي بنحب النوع ده من الزيتون ما شاء الله عليه. وبكده يا حبايب قلبي انا خلصت الفيديو الجميل بتاعي، يا رب كده يعجبكم وينول اعجابكم. ولو عجبكم يا حبايب قلبي شجعوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.